السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. احنا معانا بقى كيك شوكولاتة. دي المقادير بتاعتنا. معانا كيلو لبن، معانا لتر لبن وكوبايتين دقيق وثلاث كوبايات سكر. ودي بقى المكونات بتاعتنا: فانيليا سايبة وسبع بيضات، ودي الشوكولاتة بتاعتنا. هنفرغ بقى المكونات بتاعتنا في شفشق الخلاط اهوت، وهنضربها عشان نعمل صوص الشوكولاتة. كده فرغنا الشوكولاتة كلها في الشفشق. هنحط 3 كوبايات سكر. دي كوباية وحاطة، وانا كنت حاطة 2 في الطبق، هفرغهم في الشفشة اهمت. دول كده كوبايتين اللي في الطبق دول. ده بقى نعمل منها صوص الشوكولاتة، والشوكولاتة بتاعت الكيكة. وصبنا اللبن على هوت. هنسيب قيمة كوباية عشان نعمل الخليط بتاع الدقيق بالشوكولاتة. ودي فانيليا. هنضربها بقى في الخلاط لما كله يتجانس مع بعضه كده، وهنقسمه بقى نصين. هنحط بقى الزيت إيه بالراحة كده، شوية بشوية كده بالراحة بصوص الشوكولاتة. بقلبه بقى بالمعلقة لأنه وقف في الخلاط كده. ابتدي اسلكه بالمعلقة وارجع اشغل تاني. هننزل بقى بالزيت بالتدريج كده شوية بشوية، ونضرب في الخلاط لعند الصوص بتاعنا ما يتماسك كده. قسمناه، سيبنا شوية في الخلاط وخدنا صوص الشوكولاتة. حطينا 7 بيضات. هنحط برضو رشة فانيليا بسيطة كده، نص معلقة خل. وهنحط بقى كوباية اللبن بتاعتنا بقى اللي كانت فاضلة لسه على المكونات دي كلها عشان نصبها على الدقيق بقى بتاع الكيكة. جبت بقى البونش بقى المعلقة بتاعتنا ديت عشان اسلك بقى اللي في الجنوب كده في الشفشق عشان يتضرب كويس في الخلاط. وهصبه بقى على الدقيق اهوت. حطينا كيك شيف. هنضرب بقى الدقيق في كيك شيف بنطرة ملح بسيطة. هصب بقى الخليط عليه. وهنبتدي بقى نضربه على جهة واحدة، ما يبقاش نضرب الجهة دي والجهة دي، يبقى على جهة واحدة عشان تطلع منفوشة وحلوة معانا كده ومهوية. مش هنضرب كتير اللي عندي، بس الدقيق ما يختفي وتعمل فرقعات كده وخلاص، عشان ما تهبطش مننا في الفرن. نفضل بقى نضرب بقى شوية جد كده عند ما نلم كل الدقيق ده. اهي بدأت تلمي معانا.
خلاص كده بقى. زي ما انتوا شايفين بقى كده خلاص. هصبها بقى في الصينيه بعد ما دهنتها اي حته سمنه كده. هننزل بقى كل اللي في الطبق ده، مش هنخلي حاجه طبعا. كده بقت خلاص كده. هندخلها بقى الفرن. طلعناها بقى كده وهنحط عليها بقى ايه الصوص بتاعها، الشوكولاته بتاعتها. هي جت بقى تقيله من هنا، الصوص جه تقيل شويه، لان انا عمتي بتحب الصوص كده تقيل، يبقى تقيل على الكيكه كده. هنبتدي بقى نفردها حلو كده ونسوي بقى الايه الكيكه كده والصينيه. ولازم نحط الصوص ده هو ايه والكيكه طالعه سخنه من الفرن كده، عشان تبقى ايه نعرف ان ايه نسويها كده بالمعلقه. اه كده بعد ما طلعناها بقينا نقطعها اهوت. هي بصراحه بعد ما طلعت وكلناها كان بصراحه طعمها كان جميل جدا. بدأنا بقى كده نزينها اهوت معاكم. شوفوا بقى شكلها في الاخر بقى ايه، وطعمها في الاخر بقى احلى بجد. اهيت كده بزوقها معاكم اهوت. شوفوا بقى شكلها بقى وطعمها كان جميل جدا. تسلم ايد ام حنين طبعا عمتي. إيه وبصراحة يعني قعدة العيال واللمة والعيلة والاهل كده والحبايب مع بعض كده حاجة تانية والله بجد يعني. فربنا يا رب يخليهم كده ويبارك في عمرهم يا رب، ويطولنا في عمرهم ويبقى بركة البيت يا رب في الدنيا. ويا ريت بقى ما تنسوش تدعوا لحماتي بالله عليكم ان ربنا يشفيها يا رب ويعفي عنها، ويقومها بقى من العملية اللي هتعملها دي بالسلامة ان شاء الله. وده بقى شكلها بقى بعد ما خلاص بقى كده خلصت بقى واتزوقت وبقت كده تمام على الاكل اهي يعني. كلها الواحد هنا عليه ياكل الصينية بحالها. قلنا بقى ايه رأيكم، ويا ريت بقى ما تنسوناش كده بلايك حلو وتعليق جميل زيكم واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ويا ريت تشجعونا كده وربنا يعيننا يا رب ويعينكم. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده بقى في الطبق كده هشة وجميلة ازاي، والصوص عليها جميل ازاي. واحنا كده فرغناها بقى وعملنا الشانا وسلفتي، وكانت عاملة كيكة تانية برضو، ونزلنا قعدنا مع الجماعة تحت. يا رب يخليهم ويدوموا في الدنيا.